Bismillahirrahmanirrahim. Elhamdülillahi Rabbil alemin. Ve salatu ve selamu ala eşrafil enbiyai vel murselin. Seyyidina Muhammedin ve ala alihi ve ashabihi ecma'in. Fazilete Şeyh Doktor Mervan Ebu Ras, Reisü Lejnetil Kudüs ve Filistin fil İttihad, Meali Üstaz Doktor Mehmet Görmez, Reis Mahad-i Tefekkür İslami ve Reis Şuun-u Dini Es-Sabık. Fazilete Şeyh Üstaz Doktor Ali Muhittin Karadağ'ı, Reis İttihad-ı Alemi li Ulemâ-il Müslimin. Duyufunel kiram, ulemâunel efâdil, uhayyikum fi bidayeti kelimeti bi asdakil meşair vel ihtiram. Esselamu aleyküm ve rahmetullahi ve berekatuhu. Nahnu huna ma'an kad istemeyna bi şe'ni ecnide muhimme ve sevfe nunakiş keyfe yumkinuna en nestecibe linnidâ'illezî ya'lu min meâzin Gazze el-muteheddime ve mellezî yumkinuna fi'luhu min ecli Gazze. Ve eveddu en eşkura ahil aziz reise lejne Kudüs, Lejnetil Kudüs ve Filistin fil İttihad Doktor Mervan Ebu Ras الذي نظم هذا المؤتمر وأود أن أشكر فريقه جميع المشاركين في المؤتمر وأسأل الله أن يعود هذا الاجتماع علينا بالنفع والخير. إخواني الأعزاء، إن غزة والقدس هي مسألة إيمان وكرامة للمؤمنين، وهي أيضا مسألة أخلاق وضمير للإنسانية. وإن ما يحدث في غزة يظهر لنا كيف أن منظمة إرهابية مستبدة تم التغاضي عنها لسنوات طويلة قد تحولت إلى كارثة وفاجعة للإنسانية. وأود أن أؤكد هنا على أن الوحشية التي يمارسها المحتلون في فلسطين يكمن وراءها فهم فاسد ومنحرف للدين، فإن مجموعة منحرفة وملعونة تعتبر نفسها شعب الله المختار ترتكب جرائم قتل غير أخلاقية وغير أخلاقية في الأراضي التي تعتقد أن الله وعدها بها بذريعة إنشاء الجنة فيها. لذلك فإن أي كلام يقال لهم بشأن القانون والأخلاق لا يكون له أي أهمية أو تأثير بالنسبة لهم. وما يجب علينا فعله أمام هذه الوحشية هو أن نتصرف بمسؤولية وحدة الأمة التي وضعها ديننا السامي الإسلام العظيم على عاتقنا، وأن نستمع لكلام ربنا في كتابه العزيز واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا، ونمتثل لأمر الإلهي من خلال
تنمية القدرة على العمل المشترك. إخوة الأفاضل، إن غزة والقدس تدعواننا الوحدة والعمل معا في كافة المجالات، ولهذا السبب يجب علينا أن نكثف جهودنا للعمل على توحيد قلوب كل المؤمنين في أنحاء العالم. إن تحرير فلسطين من الاحتلال المستبد لا يمكن إلا باتحاد الأمة الإسلامية واتخاذ خطوات ملموسة وصارمة، حيث يجب على المسلمين أن يتحدوا ويدفعوا الظلم ويمنعوا الاحتلال. فعندما نتكاتف جميعا في البلاد الإسلامية فلن تبقى هناك أي مشكلة عويصة لا نستطيع التغلب عليها. إخواني الكرام، نرى ونشاهد أن جميع مؤسساتنا والهيئات الإسلامية تعمل بتفان وإخلاص كبيرين، ولكن يجب أن نعلم أن كل الجهود والأعمال لن تكون كافية ما لم تنل القدس حريتها. وبالنظر إلى جهودنا ومشاريعنا التي قمنا بها حتى الآن، يمكن القول بأن لا زال هناك الكثير من الأمور والإجراءات يجب علينا فعلها لأجل ترسيخ السلام في فلسطين، وعلينا تعزيز جهودنا بهذا الوعي. يقع على عاتق العلماء والشيوخ ومؤسسات المجتمع المدني مسؤوليات وواجبات مهمة في هذا الصدد، حيث يجب إيجاد وتنشيط مبادرات أقوى وأكثر فعالية من أجل توجيه المجتمعات والبلاد المسلمة. وينبغي أن نشدد الضغط على الظالمين وداعميهم في المستويات السياسية والاقتصادية والدبلوماسية، وعلينا تطوير ردود منتظمة وممنهجة تؤثر في كل ضمير حي حول العالم. ومن هنا أخاطب مرة أخرى البشرية جمعاء وأقول مجددا إن الضمير الحي لا يرتبط بعرق أو لون أو جغرافيا، وإن الإنسان إنسان بضميره، ولا يكتسب هويته الإنسانية إلا بضميره. فلا تغمضوا عيونكم عن الحقائق، ولا تكونوا ممن فضلوا البقاء في ظلام الباطل لكونهم لا يرغبون في رؤية حقيقة ما يحدث. واستمعوا لصوت ضمائركم وتحركوا ضد هؤلاء الظالمين أعداء الإنسانية. من هنا أتوجه إلى المؤسسات والمنظمات الدولية التي ترى نفسها ضامنة لحقوق الإنسان والقانون الدولي. لماذا لا تحركون ساكنا والأبرياء من الرجال والنساء والأطفال في فلسطين يقتلون ويتعرضون إلى الإبادة؟ هل كون القتلى مسلمين هو ما يجعلكم غير مبالين بهذا الوضع الكارثي؟ أخاطب من هنا الظالمين والمحتلين وقتلة الأطفال في فلسطين: أنتم قد تستبعدون اليوم احتمال أي محاسبة أو معاقبة
ضدكم في غطرسة ووقاحة ستمدونها من مراكز القوى العالمية التي تختبئون خلفها، ولكنكم حتما ستحاسبون يوما وستدانون وستعاقبون لأعمالكم الوحشية ولما في قلوبكم من حقد وكراهية، وستكون الدماء والدموع الأبرياء وبالا عليكم وسببا لزوالكم. أيها الإخوة الأعزاء، ختاما أود أن أتوجه إلى أهل غزة الشرفاء، إخواني وأخواتي الذين أظهروا مقاومة عظيمة في وجه أعنف وأشنع الهجمات في العالم. أنتم فعلا أحرار العالم بإيمانكم الذي لا يتزعزع. أحييكم بكل احترام ومودة. إن النصر بعون الله تعالى بفضله للمؤمنين، وإن النصر بإذنه تعالى قريب. نصر من الله وفتح قريب، وبشر المؤمنين. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.